الزمالك اتعادل مع اوتوه 1-1. نتيجة إيجابية للزمالك في الأجواء اللي احنا شفناها دي. الأجواء صعبة على اللعيبة، أرضية الملعب ودرجة الحرارة واللعيبة أصلا صايمة. معتمد جمال غير كتير أوي في التشكيلة، 6 تغييرات. سيف الجزيري مهاجم كسول أوي، وصبحي ما يضمنش في الجون الصراحة. عضاء الدباغ جاب جون جميل أوي، وأوتوه جابوا جون حلو أوي من فاول. الشوط التاني كان قليل من الزمالك بسبب التعب البدني. أوتوه ضيعوا كتير أوي، كرات غريبة ضاعت الصراحة. أتمنى الزمالك يقدر يعدي من القاهرة وما يحصلش مفاجأة زي كل سنة. حاسس إن معتمد جمال بدأ يلعب في التشكيلة كتير وطريقة اللعب، وده غلط في الفترة دي. مين بالنسبة لك كان راجل الماتش؟ أنا كان بالنسبة لي محمد إبراهيم الصراحة، عمل ماتش كبير أوي. بحس إن الزمالك برضه لسه بيلعب من غير لعيب رقم 6. في مساحات كبيرة أوي بتكون في الملعب. بحس إن 4-2-3-1 مش مناسبة للزمالك أصلا. لما الطريقة بتبقى 4-3-3 بتكون اللعيبة قريبة من بعض وبتغطي على كل لعيب بلعيب تاني. حاسس إن عايز أشوف أحمد ربيع 6 لوحده، حاسه هيملى المكان ده. بس في ميس باص كتير قوي من ربيع وشحاتة برضه في الماتش وفي كل الماتشات اللي فاتت. المهم كان نتيجة الماتش النهارده، مش مهم المستوى عشان الأجواء الصعبة اللي قلنا عليها، وتعادل مرضي قوي للزمالك، وإن شاء الله يحسموا الصعود من القاهرة.